قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها. منهم من يظن أن مجرد أن تتلفظ بحروفها ستعصم دمك ومالك وعرضك، ولن يتعرض لك بأحد. وأيضا لا يمكن أن تخرج من دائرة الإسلام، ولا يمكن أن توصف بالكفر. يظن أنها مجرد تلفظ. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم، الذي يظن أنه فاهم، الحاذق من هؤلاء، يتكلم عن مشركي زمنه الشيخ، قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، يعني يفسر لا إله إلا الله بالربوبية. وهذا أمر كان يعترف به المشركون. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، لماذا أبوا أن يقولوها؟ والحاذق من هذا الذي يعني الحاذق منهم جهل مركب بهذه الكلمة. قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يقول لا خير في رجل. الشيخ محمد إبراهيم يعلق على كلام الشيخ محمد الوهاب هنا، يقول لا خير في رجل، كأن الشيخ تلطف شوي، يقول وأطلق عليه يعني أهون العبارات. يقول لا خير في رجل كفار أو جهال الكفار أبو جهل ومن معه أعلم منه بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله أصل الإيمان وأصل التوحيد وأصل الدين. هذا لم يدخل في دين الله عز وجل الذي لا يعرف أصلا لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضاه.